هعمل بقى معاكم النهارده شويه مكرونه مفرفره كده. بصي مفيش حبايه اسمها ماسكه في الحبايه التانية، وشويه شيبسي وسلطه، والبانيه بقى الدايب اللي هتاكليه تحس ان هو بيدوب قوي في البق كده، مش من اللي هو الناشف ده، لا. هتجيبي كميه البانيه اللي انت عايزاها، تغسليها بقى بالخل والليمون والملح والدقيق، وبعدين نزلت بزبادي وبهارات للبانيه وخل وليمون، وجبت قرن فلفل احمر وبصل وتوم وضربتهم في الكبة، وخدت المية بتاعت الفلفل الأحمر ده جميل، ومعايا بيضتين والملح وشوية فلفل أسمر هنا وشوية ملح كده، وقمت عاملة ده كله مع بعض وسبته ساعتين. وبعدين جبت الحلة فيها مية وملح وسلقت المكرونة، وما تحطيش زيت في الحلة بتاعت المكرونة. ليه بقى؟ علشان الصلصه ما بتمسكش كويس. وهنا جبت فص ثوم وشوحته، وده حطيت الصلصه شويه زيت، وقمت ايه، مقلبه المكرونه وعلى نار هاديه كده دقيقتين بس، يا دوبك ايه تشرب من الصلصه وخلاص. وهجيب شويه زيت واقلي ايه البانيه. وهنا طلعت البانيه بعد ساعتين اهوت من التلاجة ما شاء الله، والفيجيتار. وكده انا بوفر عليكي خطوات كتير، بدل ما تطلعي من الدقيق للفيجيتار للبيض، لا كده انا بوفر عليكي خالص. بقلل في الايه، في الحاجات دي. وما شاء الله حمرت البانيه، طالع معايا جوسي دايب، دايب في البق كده، مع المخلل والسلطه والشيبسي، ومع السلامه، ومع فيديو تاني.